بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديد. تعالوا يا حبايبي نشوف بقى من زمان مشونا السمك في الفرن الفلاح الجميل ده. تعالوا نشوف هنعمل النهارده الفيديو ده النهارده ونشوي السمك الجميل ده. ماشي، يلا معانا جرانا اهوت، وهنروح بقى نشوف بالرده ايه النعمه بتاعتنا الحلوه دي اللي طالعه من الدقيق طبعا، وانتوا عارفين نخاله الدقيق. وطبعا ايه هنشوي السمك بقى ما شاء الله على الهين كده وبراحته كده، ولا محروق ولا مدخن ولا معمول بنشاره ولا حاجه، زي ما انتوا عارفين كالعاده يعني. ماشي، وعلى نار هاديه عشان ما يتحرقش وتشعوط مننا يا حبايب. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ماشي يا حبايبي، يلا صلوا معايا على الرسول دايما واذكروا ربنا كده واحنا بنعمل اكلنا وشربنا، عشان يبقى الحاجه فيها بركه كده يا رب، ومليانه خير وبركه كده. طيب تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدا بقى. غسلنا سمكنا طبعا حلو، جبناه غسلناه وعملناه بالنخاله الرده، وده طبعا ايش وانا على نار هاديه كده وجميل ما شاء الله على كذا دور كده، وخلينا ما شاء الله جميل. معانا ايه بقى؟ معانا تتبيله جميله قوي، ملح وكمون وكزبره ناشفه وشطه وحاجات حلوه كده بقى، ايه مقبلات كده حادقه كده تعمل تخلي النفس تتفتح كده ما شاء الله. ومعانا ليمون بقى اخضر اهوت. كل ما نطلع مثلا كذا سمكه تشوم نفرش تحتهم الملح والكمون والكزبره والحاجات الحلوه دي، وبعد كده ايه نغطيه برده، نرشه برده بعد ما يطلع من الفرن وكذا بقى، ونعصر ليمون. اهم حاجه الليمون يا حبايبي هو سخن. معاكي كيس بلاستيك بقى تغطي السمك يطلع طري كده. تعالى بقى نغرف بقى ونشوف الاكل الجميل ده. النهارده عملنا شويه رز بشعريه كده، من زمان ما عملناش الاكل السمك الجميل ده، ما صورتش الصراحه يعني، بقيت اعمل معجنات وحاجات زي ما انتم شايفين كده. طيب غرفنا بقى، عملنا شويه رز بشعريه كده وسلطه جميله كده، وبتنجان بقى مسلوق كده ومتملح بالثوم بقى والدقه الجميله دي وهرسه الشطه. ما شاء الله اكله جميله تفتح النفس ما شاء الله يا حبيبتي. زي ما اقول لكم اكله تفتح النفس النهارده. لو وصلتوا معايا لحد كده اعملوا كومنت حلو كده والله الجميل يشجع الفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل باذن الله. ايه رايكم بقى في السفره الجميله دي النهارده؟ ما تنسوناش في اللايكات يا حبايبي، وايه واشتركوا معايا في القناه.